نفسنا الناس تيجي كده، يعني ولا شد عصبي ولا بتاع. الشد عصبي هنا عند مستر جوزيه اهو. طبعا اي مدير فني في العالم البدايه بتاعته بيفكر ايه اللي هيحصل، يا ترى اللي قلته هينفذوه، يا ترى فاروق جعفر هيعمل ايه. وادي مستر بوب برادلي هيبقى بكره في الاقصر، هو رايح هناك عشان ينشط السياحه، وعشان في فرقه الدكتور جمال محمد علي يعني المشرف عليها هناك، وهيجي محاضره يوم الاحد. وبعدين يا هل هيحصلوا الابراشي وطارق يحيى وطارق سليمان ويعني حسنين حمزه يروحوا هناك يشاركوا قبل ما يبقى الشغل بتاعهم مظبوط. انما برادلي هيبقى يوم الاحد هناك في الاقصر عشان نشوف الفرقه اللي بتتعمل من الكاف اللي هي السي اللي بيقول عليها دي. ادي منظر جميل ما يزعلش حد، وطالما انه هو في حدود المعقول. وادي صواريخ ما تزعلش حد، وجماهير ما تزعلش حد. ونتمنى ان ما حدش يزعل النهارده، لان الكرنفال اللي قدامنا ده كرنفال كل العالم بيحتفلوا بيه. اما انك انت ترمي في الملعب لا، اما انك تعترض على الحكم لا، انما تعمل الكرنفال الجميل ده حاجه جميله الصراحه، يعني فيها نوع من الحضاريه وداخله للنادي الاهلي جميله جدا. وكان قبل كده بتستنكر الشماريخ الى ان الناس فهمت الموقف، والشماريخ دي لها عباره مش معموله اي كلام. الحته الحمراء دي يعني قولوا لنا الدخله فيها ايه يا جماعه، لان انا مش قادر اقراها. 2012 تقريبا يعني اول مباراه ولا ايه مش عارف. عماده يوسف انت رايح بقى قطر، قول لنا بالظبط الدخله دي عباره عن ايه عشان خاطر ندي الناس حقها، لان ده مجهود كبير بيعملوه الارتراس وجماهير الزمالك وجماهير الاهلي على اساس انه بيعملوا حاجه جميله. السلام الوطني. نعم. انتهى عزف السلام الوطني جمهورية مصر العربية، ورؤوف الحوشي بيعمل الطص اهو، ملك ولا كتابة ابراهيم المنيسي ولا عدلي القيعي، والبرنامج الناجح بتاعهم. وهنشوف مين اللي هيكسب القرعه من مين. على فكره يعني قالوا لي في الاستوديو ان الدخله ديت اللي قدام حضراتكم مكتوب انت تشعر بالفخر انت تشاهد النادي الاهلي. اما بقى الحته اللي فيها ولعه دي عباره عن قلب كده، يعني حاجات كويسه. المفروض الارتس في المستقبل زي الدورات العالميه يوزعوا السيناريوهات اللي بتتعمل في مدرجات عشان خاطر الاعلاميين يبقوا فاهمين ايه اللي بيحصل في الحفله. في بدايه الحفله بيعملوا لهم سيناريو كده بتقراه عشان لما تطلع اشكال وحاجات كده بيبقوا الصحافه عارفينها سواء في كاس العالم او في الاولمبياد. فالحته دي ليها سيناريو اهو، ده ليه سيناريو مكتوب وليه سيناريو ليه معنى. المفروض بقى تقولوا للارترس ان هم يبعتوا للفضائيات ايه السيناريو اللي موجود عشان نديهم حقهم. ونتمنى ان احنا نشوف هذه اللقطات لكل الانديه، وما لهمش دعوه بالحكم وما لهمش دعوه بحاجه خالص عشان نقدر نقول كويسين خالص. انما الطلعه او الدخله بتبقى حلوه قوي وبعد كده الحكم يصفر يعني غلط صح الاقي حاجه تانية. هنا بقى ايه اللي مش مطلوب ان شاء الله. دخله اهلاويه فيها كده معنويات عاليه، فيها فرفشه، فيها جو تاني يعني ما كانش موجود قبل كده. هنشوف ايه بالظبط، هل الدخله دي وسخونيتها هتناسب الاداء بتاع النادي الاهلي والجيش؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده. ما تنسوش يوم السبت الجاي بايرن ميونخ. واحد يقول لي بايرن ميونخ بتاع مين؟ اقول له بطل المانيا. قال لي ماله؟ هقول له ده هيلعب مع النادي الاهلي يوم السبت
واستوديو تحليلي كبير هيتعمل، كابتن نادر السيد وكابتن طه وكابتن عصام وكابتن زكريا. بس احنا هنعمله من هنا، اتقلشنا الاستاذ مصطفى جمعه قلش ملعب الاهلي وقلشني معاهم، هنذيع من هنا وهيحللوا من هنا. اللي راح مننا بس عماد يوسف رئيس التحرير، عشان كده النهارده انا شايفه حالق واشترى بدله جديده. بس على الله يدينا الاسامي ويدينا معلومات من هناك ان شاء الله بالتوفيق لكل، يعني يكون يوم حلو قوي، الكره المصريه تعبر عن نفسها مع